ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هنحضر الاكل اللي هناخده واحنا رايحين المطار عشان نقابل احمد جوزي. معايا هنا انا جبت طبق لانشون وطبق جبنه رومي، ده طبعا للي حابب يعمل سندوتشات. جبت خيار بقى وطماطم عشان يبقى مع اللانشون والجبنه، وجبت جبنه من ديت اللي هي خفيفه ملح، بس دي هتكون كبيره ان انا اخدها معايا، فهاخد حته بس في علبه منها، نصها كده في علبه بغطاها. ودي القرص اللي احنا عملناها هتلاقوها موجودة على قناتي على اليوتيوب، انا لسه ما نزلتهاش بس هنزل الطريقة هناك. والخضار معايا زي ما قلنا طماطم وخيار، والترمس الصغير ده هملاه قهوة ليا انا اللي هشربه طبعا لاني انا مطبقة ما نمتش امبارح اصلا خالص. والترمس الكبير ده هملاه شاي عشان اللي عاوز يشرب. ده طبعا بتاع بنت خالتي اللي ساكنة جنبي، حبيب قلبي صابر ابنها راح جابه من الشقة في البلد عشان اعمل فيه شاي. ما نحرمش منك يا صابر. يبقى شاي وقهوة والخضار والقرص، طبعا اللي هيعوز يغمس شاي وقرص موجود، هيعمل سندوتشات موجود. جبت نوعين جبنة زي ما قلنا كده واللانشون. وانا حاطه في الفريزر من امبارح ازازتين ميه كبار يتجمدوا، هناخدهم برضو واحنا ماشيين. هقطع بس حته من دي كده ناخدها عشان دي هتبقى كتيرة. طبعا احنا هنكون بالليل بس انا بعمل حساب عشان لو حد من الولاد عايز سندوتش او حد من اللي معانا كده. وديت هحطها في علبة تانية، طبعا انا مش هشيلها في الطبق ده، هحطها في علبة واخليها هنا في التلاجة. ودي بقى هنجيب غطاها، هنغطي دي بقى كده بس كده. هعبيه بقى، هعبي الحاجات دي، مش عارفة اعبيها في علب ولا في اكياس لسه. هنحط الخيار كده في كيس. طبعا الخيار انا مش عارفة الخيار غالي ليه كده، انا جايبه الكيلو ب20 جنيه، بس لازم نجيب مضطرين. في خيارة متقرقضة اهي، فروة كلها اكيد حد من الملايكة بتوعي. هحط الخيار كله. طبعا القرص برضو هاخدها كلها تبقى حلوة مع الشاي. ومعايا هنا سكينة او كازلك صغير كده، عملت له كفر كده من الورق، هلزق عليه لزق عشان ما يعورش حد، وهاخده عشان لو حد حب يقطع طماطم او خيار هاخده برضو معايا. هنجيب كيس للطماطم، هنحط بقى الطماطم الاخرى في كيس كده. طبعا انا ممكن اخد الحاجه دي كلها في علب، بس عشان يعني لا احافظ عليها ما تخربش وما تتعصي، بس هي مش هتبوظ لان العربيه هتيجي تحت البيت، عربيتنا هنروح بالعربيه بتاعتنا، يعني الحاجه بس مسافه ما تنزل السلم وهتتحط في العربيه. شوفوا انا معتمده ان انا عندي علبه كوبايات ورق، ما لقيتش غير دول، طبعا برضو ما شاء الله الملايكه استعملوهم، فلقيت 3 هاخدهم. وهاخد بقى كوبايات ازاز بس هنلفها في ورق عشان ما تتكسرش. جبت كده كوبايات هلفها كده في الورق. طبعا زي ما قلت لكم احنا العربيه هتيجي تحت البيت وهنحط الحاجه فيها ان شاء الله مش هتتكسر، بس احتياطي كده هنلفها كده بالشكل ده. وهلف التانية واحطها جواها برضو كده. بدخل الورقة كده واغلفها، كمان واحدة في الناحية التانية كده. وبقوا جاهزين. كفاية 2، كنت جايبة واحدة ثالثة بس مش هاخدها، كفاية 2. ومعايا هنا دولت، وهاخد برضو شوية سكر، اشوف لهم علبة صغيرة وشوية شاي. طبعا الشاي هيبقى جاهز، هعمله جاهز هنا على انه يتشرب، بس عشان لو حد حب يزود سكر او شاي فهشوف علب صغيرة واخد شوية وشوية ومعلقة شاي. انا هاخد سكر بس مش هاخد شاي، يعني مش مستاهله، انا كده كده هعمل الشاي مظبوط ان شاء الله. هناخد شويه سكر
في برطمان كده. كان عندي من بتوع النسكافيه الصغيرين دول بس مش لاقيين، واخدت كمان معلقه. كده بقى جاهز السكر. اعتقد كده مش ناسيه حاجه. طبعا التلج في الفريزر. انا عبي بقى كل الحاجات دي في كيس كبير. جبت معايا الكيس كده، هربط بقى على القرص. ونحطها في الكيس. واحط الكوبايات تحت كده، والسكر اتاكد انه مربوط كويس، والجبن واللانشون كده. والطماطم هنربط عليها برضو، والخيار. طبعا الكيس ده هيدخل التلاجة، مش هسيبه بره التلاجة لحد ما نيجي ماشيين. فاضل الجبنة دي خليها على الوش كده. وكده بقى الاكل معايا جاهز. فاضل بقى نعمل الشاي والقهوة، وناخد المية من الفريزر واحنا ماشيين التلج. هاخد كمان المج ده ابقى اشرب فيه قهوة. هغلفه كده هو كمان. كده بالشكل ده ونحطوه. وكده تمت المهمة. مش عارفة بقى لما اجي اعمل الشاي والقهوة هصور معاكم ولا هعملهم انا مع نفسي، هشوف كده. القهوة هوريها لكم. ده انا مليته. طبعا المج بتاعي ده محكم الغلق. الحاجة بتفضل سخنة فيه لحد ما تخلص. ادي القهوة جاهزة. طبعا وفاض مج، فانا صبيت لي هشرب فنجان قهوة. والشاي انا ولعت على ابريقين مية. لحظة. وادي الشاي ولعت على بردين لان الترمس كبير. هسيب المية بقى، هستناها تغلي، ولما تغلي هنحط فيها الشاي. وهسيبها متغطية شوية قبل ما افضها. هي مقربة تغلي، لو شايفين مقربة تغلي. هرجع اكمله معاكم. كده البراد ده غلى. هنحط بقى فيه الشاي. طبعا المية غلت من شوية في ده، بس انا سايباها تاخد كام غلوة كده. هنحط بقى الشاي كده. هطفي الاول. هحط معلقة كبيرة. اوف 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 هيفور. مع ان الغاز مطفي بس لسه المية بتغلي ازاي. لحقناه ما فرش الحمد لله. انا مش عارفه احط شاي ناشف كمان ولا بيكفي المعلقه دي. هغطي عليه شويه واشوف. لو لقيته خفيف هزوده كمان شويه شاي ناشف. هنغطي عليه ونسيبه بقى كده مكمور شويه. ونشوف التاني كده غلى. لا لسه التاني. كده سيبته شويه مكمور، بس مش عايزه اسيبه كتير عشان لازم اعبيه وهو سخن عشان يفضل سخن. وكده طبعا انا ما حطيتش شاي غير المعلقه اللي انتوا شفتوها. هحط معلقه صغيره كده او معلقتين من المعلقه الفسفوسه اللي معايا دي كده في الترمس، واصب عليهم. وحطيت كمان شويه سكر مش كتير عشان لو حد بيحبه سكر قليل. وزي ما شفتوا وانا واخده سكر معايا في البرطمان. هصب بقى كده اعبيه.
واشوف هيحتاج قد ايه، اذا كنت هحط شاي في الميه التانية ولا ده هيكفي. هو كده مش عايز كتير زي ما انتم شايفين، الشاي واضح اهو بيلق، فممكن اخد شويه ميه من التاني على التفل ده وازود عليه شاي واكمل بس الشويه دول. كده انا كملته، خدت شويه ميه من الابريق التاني اللي كان بيغلي وحطيت فيهم شاي وكملت الترمس كده. هنغطي عليه بقى. طبعا ما شاء الله الابريق بتاعي ده كبير، عشان كده طلعته النهارده قلت اعمل فيه، لان التاني لو عملت فيه كان هيبقى اغلي مرتين. كده نقفل كويس ونشوفه كده بيسرب. لا كده تمام. كده جهزنا الشاي والقهوه، وكنا من شويه مجهزين الغموس مع بعض، وكمان العيش ما نسيتهوش بس نسيت اوريه لكم. طبعا انا جايبه النهارده عيش طازه حطيته كده برده معايا، وكده بقى جاهز معايا كل حاجه. هناخد بس واحنا نازلين التلج والميه وخلاص كده، ويلا بقى عشان البس ونجهز ونروح. باي، سلام.